السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا يوم جديد من الكروز، واليوم هو الرابع. اليوم وصلنا لواحد البلاصة اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليها، وهي كوستا مايا. في الفيديو ديال اليوم غادي ناخدكم معايا من البداية حتى للنهاية، وغادي نهضر لكم على كل شيء تقريبا اللي خاصكم تعرفوه على كوستا مايا قبل ما تجيو ليها. غادي نشوفوا شنو كاين هنا، شنو ممكن ديروا، شنو ممكن ما يستاهلش الوقت ديالكم، واش خاصكم تحجزوا جولة من قبل، واش ممكن تحجزوا ملي توصلوا، وشحال تقريبا ممكن تكلفكم بعض الأنشطة. وغادي نهضر حتى على واحد الحاجة مهمة بزاف، واش خاصك تخرج من منطقة الميناء باش تستمتع كوستا مايا، ولا تقدر تبقى داخل منطقة الكروز ودير نهار كامل تما. وقبل ما نهضر على هذا الشيء غنقول لكم واحد الحاجه مهمه. انا كنهضر فوق الفيديوهات ديالي غير باش تكون واحد الاستفاده اكثر، لان الا خليت غير الهضره ديال الفيديو ما غاديش تستافدوا منها بزاف، ولكن ملي كنهضر فوق الفيديو الا تبعتوا معايا غادي تستافدوا بزاف ديال الحوايج. المهم، واش خاصك تخرج من منطقه المينا باش تستمتع بكوستا مايا، ولا تقدر تبقى داخل منطقه الكروز وتدوز نهار كامل تما؟ هادشي غادي نجاوبكم عليه. وفي الاخير غادي نقول لكم بصراحه كيفاش كانت التجربه ديالنا، ولكن بغيت نوضح من البدايه، تجربتنا ماشي بالضروره هي التجربه ديالكم. يعني الا مشيتوا لكوستا مايا وكان الجو زوين والشمس طالعه والبحر هادي ومشيتوا للاماكن اللي فعلا كتستاهل، ممكن جدا تكون التجربه ديالكم مختلفه على ديالنا. فخليكم معايا حتى الاخر، حيت غادي نعطيكم راينا الحقيقي، وفي نفس الوقت غادي نحاول نعطيكم معلومات تساعدكم تخططوا لنهاركم بطريقة أحسن. كوستا مايا هي منطقة سياحية في المكسيك، وكتكون واحدة من المحطات اللي كيتوقف فيها الكروز، بحال مثلا ويسترن كاريبيان، بحال ام اس سي سي سكيب، بحال كاينين بزاف الكروزات اللي ضروري كتوقفوا في كوستا مايا. ولكن هنا خاصنا نفرقوا بين جوج حوايج: منطقة الميناء ديال كوستا مايا، وهي البلدة الساحلية اللي قريبة من الميناء ماهوال. حيت ملي كتسمعوا الناس كيهضروا على كوستا مايا مرات كيكونوا كيهضروا على الميناء نفسه، ومرات كيكونوا كيقصدوا ماهوال والمنطقة اللي برا. وهذا الفرق مهم بزاف، حيت ممكن واحد يقول لك انا مشيت لكوستا مايا وعجبتني بزاف، ولكن واحد اخر يقول لك انا مشيت لكوستا مايا وما عجبتنيش. وبجوجهم راهم كيقولوا الصراحه، ولكن واحد فيهم عاش تجربه مختلفه على الاخر. واحد بقى داخل الميناء، واحد مشى للبحر، واحد مشى لمهاوال، وواحد دار جوله على الاثار، واحد اخر دار سنوركلين، واحد مشى للبيتش كلاب. يعني كوستا مايا ماشي غير بلاصه وحده. اول ما كتخرجوا من السفينه، اول حاجه غادي تلاحظوها هي ان منطقه الميناء معموله اساسا للسياح ديال الكروز. يعني راه فيها غير الناس اللي نازلين من الكروزات. كاينين محلات، كاينين مطاعم، كاين اماكن الجلوس، كاين انشطه ومناطق ترفيهيه. ومن الحوايج اللي ممكن تلقاوها داخل منطقه الميناء كاين حتى السويمين بول ومناطق للتسوق. الا بغيتي دير جوله ماشي ضروري تخرج بعيد، تقدر تبقى غير في المنطقه ديال المينا وتمشى تشوف المحلات، تاخد شي حاجه تاكلها او لا تشربها، تستمتع بالوقت ديالك قبل ما ترجع للسفينه. وهذا ممكن يكون اختيار مزيان، خصوصا للناس اللي عندهم مده قصيره ولا اللي ما خرجوش بكري من الكروز. شنو كاين داخل المينا؟ داخل المينا كاينه منطقه كوستا مايا، غادي تلقاو بزاف ديال المحلات. كاينين لي سوفونير، الملابس، الاكسسوارات، شويه الكادوات، الاشياء مرتبطه بالمكسيك. ولا كنتي باغيه غير ديري تور صغير وتاخدي صور وتشوفي المكان، ممكن دوزي وقت مزيان بلا ما تصرفي فلوس بزاف. ولكن طبعا الا دخلتي المحلات وبديتي كتشري، هنا المصاريف كتطلع. فانا كنقول لك ديما قبل ما تشري اي حاجه شوفي اكثر من محل وقارن الاسعار. ولا ما عجبك والو راه عادي، ماشي ضروري انك تشري. يعني ماشي ضروري تسولي لحاجه غتشريها، وماشي ضروري انك كل ميناء نزلتي فيه تاخدي منه سوفونير. المهم، واش خاصني نخرج من المينا؟ هنا الجواب هو ماشي ضروري، ولكن على حسب شنو باغيه ديري. الا كان الهدف ديالك هو تشوفي منطقه الكروز وتمشاي وتسوقي وترخاي واحد شويه وتستعملي المرافق اللي كاينه تما، تقدري تبقاي غير تما. ولكن الا بغيتي تشوفي مهاهوال ولا ميليكون والبحر والمنطقه المحليه اكثر، خاصك تخرجي من منطقه المينا.
قريبة من المينا، وغالبا كتكون الرحلة بالطاكسي حوالي 10 دقائق، على حسب المكان وعلى حسب واش كاين الزحام ولا لا. بعض المصادر ما هو الحالية كتذكر أسعار تقريبية للطاكسيات حدود عدة دولارات، يعني ممكن الدراري الصغار 5 دولار، الكبار 10 دولار، ولا أحيانا كتكون الدراري الصغار 8 دولار الواحد، والناس الكبار 12 دولار الواحد. وكتكون طوموبيل غادا في اتجاه واحد، يعني بحال الطاكسي كيكون كيهز ماشي غير شخص واحد، كيكون كيهز يعني 6 7 الأشخاص، وكيكونوا غاديين نفس الاتجاه. كاينين تما كاينيه واحد المكاتب كتقدروا تهضروا معاهم، هما تيجيو عندكم وتيقولوا لكم واش بغيتوا هاد الرحله لهاد البلاصه كاين الثمن ديالها، هاد الرحله لهاد البلاصه كاين الثمن ديالها. طريقه التسعير يعني يعني خاصكم ديما تاكدوا من السعر قبل ما تركبوا اي حاجه، وتاكدوا فين غاديين. وهنا كاينه واحد النصيحه مهمه: ما تركبيش طاكسي قبل ما تعرفي الثمن ديالو، سولي وخلي الثمن واضح قبل ما تمشيو. واش خاصك تمشي على رجليك، ممكن تلقاي الناس كيهضروا على المشي على رجليهم المههوال، ولكن انا شخصيا ما غاديش نعتبر المشي هو الاختيار الافضل، لان 10 دقائق بالطاكسي راه الحال بعيد على رجليك. يعني كاين بعض المرات الشمس، كاين بعض المرات الطريق، المسافه بعيده، ممكن كتكون الرحله متعبه الا كانوا الدراري صغار ولا كانوا الناس كبار في السن. يعني الاسهل غالبا هو الطاكسي، ولا اي وسيله نقل اخرى. وشنو واش كاين تما؟ ما ها هو دابا وصلنا للجزء اللي ممكن يكون مهم بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين يعيشوا كوسطامايا بشكل مختلف. ما ها هو اللي تقدر تمشى فيه ميليكون، هي بلده سياحيه صغيره وفيها البحر والشاطئ والمطاعم والمحلات والمهاهوال، وتقدر تلقى حتى بيتش كلوب واماكن للاسترخاء. يعني اذا كنتي باغيه نهار يعني في البحر اكثر من شوبين داخل المينا، ما ها هو ممكن تكون اختيار احسن لك. كاينين بزاف ديال البيتش كلاب في ما ها هو والمنطقه اللي كاينه تما كينيا. بعض الاماكن كتكون عندهم رسوم مينيموم سبند، يعني بعضها كتكون فيها مثلا كراسي ومظلات، الا شريتي من عندهم الماكله ولا شريتي من عندهم المشروبات كيعطيوك الكراسه فابور. كل مكان عنده النظام ديالو والثمن ديالو. هادشي باش ما نقدرش نقول لكم بالضبط يعني الثمن ديال كل حاجه بالضبط، ولكن الاسعار كتكون في المتناول، حيت الاسعار 15 دولار يعني ما كتكونش غاليه بزاف. ولكن اللي بغى يدير سنوركلين ممكن يكون تقريبا ما بين 40 دولار 60 دولار، او نقدروا نقولوا عائله فيها جوج ديال الاشخاص والاطفال، جوج ديال الاطفال، تقدر توصل ل 120 دولار على حسب الجوله. بالنسبه لنا حنا ما درناش سنوركلين هنايا، ولكن درناها في المحطات اللي جايه، لان الجو ما كانش كيساعد هنايا. الا بغيتو بيتش داي شوفوا شنو داخل في الثمن، واش الكرسي داخل، واش المظله داخله، واش الاكل داخل، واش المشروبات، واش سنوركلين داخله، واش ترانسبورتيشن داخل. تاكدوا من هادشي كامل قبل ما تمشيو من المنطقه ديال المينا. هادوك المكاتب اللي يكونوا تما كينيا سولوهم على شنو اللي داخل بالضبط، حيت ممكن تلقى مثلا جوله مكتوب عليها 70 دولار، وتلقى واحد الجوله اخرى مكتوب عليها 100 دولار، ولكن الاولى ما فيهاش نفس الاشياء اللي كتكون في الثانيه. يعني قبل ما تمشيو اي جوله سولوا شنو فيها بالضبط، وشوفوا نتوما فين باغيين تمشيو بالضبط. بغيتو ديروا سنوركلين فخاصكم تكونوا واقعيين شويه، لان الجو كيأثر بزاف. الا كان البحر هادي والمياه صافيه التجربه غادا تكون زوينه، ولكن الا كان الجو ما مساعدش والرياح قويه ولا البحر ماشي هادي التجربه راه ما غاداش تكون بنفس الجوده. وهذا بالضبط واحد من الاسباب اللي خلات تجربتنا مختلفه وما درناش سنوركلين في كوستا مايا. الا كنتي مسافره مع ام اس سي مثلا تقدر تشوف مثلا جوله قصيره قبل الرحله من موقع ام اس سي او من تطبيق ام اس سي فور مي، وحتى ملي تكون في السفينه ممكن تشوف الرحلات وتحجز حسب اللي متاح ديك الساعات. اما عبر المكتب ديال الجوله او التطبيق اللي كانت الا كانت الخدمه متوفره. ام اس سي كتوضح ان الرحلات كتكون منظمه من طرف شركات مستقله، والاسعار والبرامج ممكن يتغيروا. والحاجه اللي انا كنصح بها الا كانت جوله معينه مهمه بالنسبه ليك حاول تحجزها بكري، حيت بعض الرحلات عندها عدد محدود من الاماكن، و ام اس سي نفسها كتوصي بالحجز المسبق.
باش تضمن البلاصه ديالك. وبعض الرحلات كتكون عندها اسعار يعني حسن قبل الرحله حسب يعني العرض المتوفر. وتقدر تحجز اونلاين، تقدر تشوف جولة قبل ما تسافر وتحجز الا كان متاح. وهذا عنده ميزة كبيرة، انت كتكون عارف من قبل شنو غادي دير، يعني ما كتوصلش للمينا وتبدا يلا تبدا تقول دابا شنو ندير. تقدر تكون مخطط من قبل. واش نقدر نحجز من السفينة؟ حتى هذا ممكن حسب الرحلة والخدمات. في ام اس سي مثلا تطبيق ام اس سي فور مي كيسمح بمشاهدة الرحلات وإدارة الحجوزات، وكاين مكتب ديال الجولات على السفينة تا هو تقدر تحجز منه. ولكن هنا كاين واحد المشكل، ممكن الجولة اللي بغيتي تكون سولد اوت، يعني تكون صافي سالات. هادشي علاش ما خصك تستنى. مثلا الا كانت عندك شي رحلة مهمة اللي باغيها بزاف، ما تسناش حتى لاخر لحظة، يعني حاول انك تخطط وتحجزها من قبل. كاين اللي كيسول واش نقدر مثلا نزور كوستا مايا بلا ما ندير جوله. وهاد النقطه اكيد، وهاد النقطه راه مهمه بزاف. ماشي ضروري كل ميناء كتدخل ليه خاصك مثلا تشري منه جوله وتمشي ديرها. ممكن تخرج من السفينه تشوف منطقه الميناء، تمشى تسوق ترخى ومن بعد ترجع. ولا تخرج لمهاهوال ودير بيتش داي بسيط، يعني تكون يعني تقدر تكون عندك رحله رخيصه نسبيا الا كنتي ما باغياش تصرف بزاف. واش خاصني الفلوس كاش؟ الافضل ان يكون عندكم شويه ديال الكاش، خصوصا الا كنتو غادي تستعملوا الطاكسي ولا تشريوه المحلات صغيره. العمله الرسميه هي مكسيكان بيسو، ولكن الدولار الامريكي كيتقبل في بزاف ديال الاماكن. حنا الصراحه دينا معنا غير الدولار الامريكي، يعني صرفوا تقريبا ما بين صرفوا دولارات، صرفوا $5 $10، لان باش حتى كتقدروا تعطيو التيب. يعني مثلا الا خرجتوا في جوله ديال البحر ولا هادي، ضروري كيخصكم تعطيو التيب، لان كتكونوا مخلصين ديجا الرحله ديالكم، يعني بحال كيولي بحال مفروض انكم تعطيو التيب. ومع ذلك الافضل تعرف الثمن بالضبط قبل ما تخلص، وكيفضل انه يكون مبالغ بسيطه. واحد الحاجه مهمه، ماشي كل شيء قريب من السفينه. من اكثر الحوايج اللي ممكن تفاجئ الناس هي انهم كيشوفوا في فيديوهات كوستا مايا وكيقولوا كل شيء هنا قريب، ولكن لا، منطقه المينا شيء وما ها هو شيء اخر. المينا عنده منطقه سياحيه خاصه بالسياح ديال الكروز، اما ما ها هو فهي البلده اللي برا. يعني قبل ما تقرر شنو دير، شوف فين بالضبط النشاط اللي بغيتي. ودابا بالنسبه للجو، وهنا غادي نهضر لكم على التجربه ديالنا الشخصيه، حيت الصراحه الجو عنده تاثير كبير بزاف على التجربه. حنا ملي وصلنا لكوستا مايا الجو ما كانش مساعدنا بالشكل اللي كنا متمنيين، وهذا مهم نوضحه. انا ما بغيتش نقول ما زويناش كوستا مايا، حيت هذا حكم كبير بزاف على تجربه وحده. لان بالنسبه لينا بالنسبه للجو والظروف اللي كانت ما خلاتناش اننا نديروا الانشطه اللي كنا باغيين كاملين نديروها. هادشي علاش جاتني تجربه يعني على برا ما ها هو. جاتني تجربه شويه مزويناش بزاف. علاش؟ لان الجو كان ما مساعدش. وهذا يعني حيت ممكن انك تمشي في نهار اخر تلقى الشمس، البحر هادي، السما زوينه، وتمشي لما هو ودير بيتش كلوب ولا سنوركلين وتقول واو علاش هاد الناس قالوا ما عجبتنيش. ولكن حنا الجو كان ما مساعدش. المنطقه اللي كانت قريبه المنطقه اللي كانت قريبه للميناء، اللي كانت الميناء كانت زوينه بزاف، ولكن ما ها هو ماشي ما عجبتنيش، لان كان فيها شويه الزحام في الاول بحكم ان كانوا 3 ديال الكروزات اللي نازلين. ولكن دغيا الجو تبدل، فما بقى ما بقيتيش قادر تعوم ولا. المهم هذه هي التجربه ديالي اللي بغيت نقول لكم انا. حنا داخل الميناء كان عندنا وقت مزيان زوين بزاف، كاين المحلات، الحركه، الجو ديال الكروز، انشطه. ولكن ملي كنشوفوا كوستا مايا من ناحيه المكان اللي برا، ما حسيناش انها بينات لينا باحسن صوره. السبب ماشي بالضروره ان المكان ما زوينش، ولكن يمكن يكون ببساطه الجو ما تعاونش معنا، ويمكن حتى اننا ما مشيناش للاماكن اللي كان خصنا نمشيو ليها باش نشوفوا كوستا مايا بطريقه مختلفه. وهذه نقطه مهمه لاي واحد كيتفرج. ما تحكموش على وجهه كامله من تجربه ديال شخص واحد. حتى حنا الا رجعنا مره اخرى وكان الجو مختلف، ممكن يكون راينا مختلف تماما.
واش ننصحكم بكوستا مايا؟ انا غادي نقولها بطريقه ديالي. الا عندكم فرصه تزوروا كوستا مايا عطيوها فرصه، ولكن قبل ما تمشيو خططوا، ما توصلوش وتبقاو تقولوا شنو نديروا. شوفوا قبل واش بغيتوا البحر، واش بغيتوا سنوركلين، واش بغيتوا اثار المايا، واش بغيتوا ووتر بارك، واش بغيتوا غير تمشاو، واش بغيتوا تبقاو داخل المينا. كل اختيار عنده تجربة مختلفة. فنصيحتي إلا كنتي باغية ديري جولة معينة مع السفينة، شوفيها أونلاين قبل الرحلة، قارني السعر شنو داخل، شوفوا المدة، شوفوا مستوى النشاط، وإلا كانت الرحلة مهمة بالنسبة ليك ما تخليش الحجز لآخر لحظة. نصيحتي الثانية، الا ما كنتيش متاكده واش باغيه جوله ماشي مشكل، ممكن تقدري تسناي حتى تكوني في السفينه وتشوفي الخيارات المتاحه، ولكن خدي بعين الاعتبار ان بعض المرات كتعمر الرحله كتعمر. نصيحه ديالي الثالثه، الا بغيتي تخرجي مع هوال، خططي للنقل، ما تركبيش اي سياره بدون ما تعرفي السعر، سولي على الثمن قبل، وخلي الوقت ديال الرجوع للسفينه دائما في بالك، يكون دائما ترجعي بكري للسفينه. النصيحة الرابعة، إلا كنتي باغية بيتش داي، إلا بغيتي تمشي للبحر، قراي شنو داخل في الثمن، حيت ممكن بلاصة يقول لك مثلا 20 دولار، ولكن بلاصة أخرى يقول لك 60 دولار، ولكن يمكن الثاني داخل فيه الماكلة، الكراسة، المظلة، المشروبات، ولا أي نشاط. يعني ما تقارنيش الأرقام، يعني شوفي كل رقم وشنو داخل فيه، يعني قارني شنو غادي تاخدي مقابل الفلوس ديالك. نصيحتي الخامسة والأهم، شوفي الجو قبل ما تختاري النشاط. إذا كان الجو زوين والبحر ممكن يكون حسن للأنشطة البحرية، إذا كان الجو ما مساعدش يمكن يكون الأفضل أنك تختاري نشاط يعني داخل الميناء ولا جولة داخل الميناء. دابا وصلنا لآخر جزء من الفيديو، بغيت نخليكم مع رأينا الحقيقي. بالنسبة لينا كانت تجربة فيها حاجات زوينة بزاف وحاجات ما كانت بالضبط كيف ما توقعنا في كوستا مايا. منطقة المينا كانت زوينة وكان فيها الحركة والمحلات وأجواء الكروز، ولكن بالنسبة للمنطقة اللي برا حنا ما قدرناش نشوفوها بأفضل شكل، والجو لعب دور كبير في هذا الشيء. يعني الا شفتي الفيديو ديالنا وقلتي كوستا مايا ما كتستاهلش، لا ما نقولش هادشي، حيت التجربه كل واحد مختلفه. ممكن جدا نتوما تمشيو في النهار والجو يكون زوين بزاف وتعيشوا تجربه احسن من التجربه ديالنا. ممكن ديروا سنوركلين، ممكن تمشيو للشاطئ، ممكن تزوروا مهاوال، ممكن تمشيو للووتر بارك، وممكن حتى تبقاو داخل المينا وتستمتعوا بالنهار هادئ. كل واحد وكيفاش باغي يعيش الرحله ديالو. آه الا بغيتو كوستا مايا بطريقه سهله وما بغيتوش تصرفوا بزاف، تمشاو داخل منطقه المينا، شوفوا المحلات، استمتعوا بالوقت، ومن بعد رجعوا للسفينه. الا بغيتوا البحر شوفوا مهاهوال، بيتش كلاب، سنوركلين. شنو هو ديالنا؟ ديالنا هو اللور. But you can see the end. واو الناس باقي كتعوم. هذه راجعين بحالاتنا الكروز، لان كاين الشتا بزاف. شوفوا الناس دايرين الميكات، داير المضوله. على الاقل في جاكوزي كاين، على الاقل كاين جاكوزي. على الاقل في الكروز، بغيت نقول الكروز كاين جاكوزي نقدروا نمشيو ليه. لا غادي بحالاتو سالا وغادي بحالاتو. المهم مشى هذا، مشى لا فوق كان تما، بقينا غير حنايا.
يلا. Telling her that she has to wash هذا بحال الغروب دابا شويه. واو. I like this. I'd like it if I was. واو. It's not close, but no one's swimming. كاينه البلاصه ديال الالعاب ديال المائيه ديال الدراري، وريتها لكم من قبل من التحت. عاد دابا طلعنا في الليل وقلت غنصورها لكم حتى هي. Why don't they have a gymnastics room? هنايا كاين بلاصه ديال الباسكيت، الدراري كيلعبوا الباسكيت. دابا الليل هذا هو. طلعتي يا صوفيا انت في هذا ياك؟ انت سحر طلعتي انت وسحر في هذا؟ Yeah. كنت غنديرها اليوم ولكن عندك كلمة سحر، عندك كلمة سحر. So make sure that you're dancing your best and also having fun while doing so. If you go down, you go down. If you go in this, guys, let's give it a try. 1, 2, 3. There we go. This is a need to be strong box. Okay. Do you have the charger thing? Somebody gave me a ducky, and its name is Crosland. Huh? Its name is Crosland. Crosland. This is somebody jumped it on purpose and said. Hello, how you guys doing? Family, welcome back here to the Cora Theater. If we haven't met this cruise vacation, my name is Ryan Rose and I'm honored to be your cruise director. Folks, we are having a fantastic night tonight. How's your night so far? You guys doing all right? Well, listen up, you enjoy. Okay. Swim all the way back. You ever had that scene where you almost missed the ship? Anybody?
Yeah, I did. It's a terrifying experience. Because it make that sound, the shit make that horn sound. Yeah, it sound like the Hunger Games. Sound like, and it messed with me. It was like double. Okay, because I had reverse psychology. Yeah, Puff Daddy. Yeah. Everybody used to love Puff Daddy on the 90s. Perfect. You guys look amazing. Okay, so now we're gonna do it for the last time. We have a few minutes left, but this time we are gonna dance with you, and I'm not gonna say anything. Okay? Do whatever you want. Okay, you never see these people do it.